يا رمضان، ايه اللي حصل يا اسطى؟ الواد مسك بيتخانق معايا تحت وقتلته ضرب. وانت ما مسكتوش مرتاح انا موتته. ها؟ انا موتته ضرب. طب يلا بينا نمسك ولا نعجنه دلوقتي اهو نخلص يعني خالص. ايه ده بس يا عم صالح؟ في ايه يا عم؟ في ايه دلوقتي؟ تحت مسك اخويا ضربه، تمام؟ اي نعم انا عارف ان اخويا غلطان وضربه بس هننزل نكمل عليه. يعني اخوك اللي ضربه وانت عايز تنزل تكمل عليه؟ ايوه هكمل عليه. طب ازاي نرضى ربنا ازاي يعني؟ هو كده حضراتكم انتوا كمشايخ علمتونا اخوك كان ظالم ولا مظلوم؟ مين الشيخ اللي فهمك كده؟ احنا سمعنا. انت سمعت الحديث ده حديث صحيح بالفعل، لكن لازم تفهمه، وانت لازم تفهمه، والناس كلها لازم تفهمه. ازاي يا شيخ علي؟ ما هو مسك ضرب. حبيبي النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه الاول كده، صلى علشان احنا عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا طب بص اخوك ضربه، يعني اخوك كل اللي غلطان، انت اللي غلطان ولا لا؟ ولازم تكمل عليه عشان هو اخوك. ايوه اخويا. ازاي؟ انصره. طب افهم بقى الحديث. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في حديث عند الامام البخاري رحمه الله، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا انصر اخاك ظالما او مظلوما. الناس فاهمه الحديث غلط. انصر اخاك ظالما او مظلوما. الصحابه بيقولوا لسيدنا النبي يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ يعني مظلوم اي مقبوله شويه هنجيب له حقه، لكن ازاي ننصره ظالما؟ قال ان تكفه وتمنعه عن ظلم الناس. ليه؟ لان اخوك لو ظالم هيتحاسب عند ربنا ولا مش هيتحاسب؟ يبقى لما تمنعه عن ظلم العباد يبقى انت نصرته ولا ما نصرتوش؟ هو ده فهم الحديث اللي احنا مش فاهمينه. الطبيعي ان انا اجي اقول له الاول ايه اللي حصل الكلام ده كله، اخويا عنده حق، اجيبه بكل ادب واروح ارد على اهله وارد على الناس الكبار واجيب لاخويا حقه من غير ما نعمل مشاكل. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. طب اخويا ظالم ما اخدش اخويا واساعده على ظلمه واخليه مفتري اكتر ما هو مفتري، واخليه متجرئ على العباد اكتر ما هو متجرئ، واخليه واكل لحقوق الناس وبيضرب الناس اكتر ما بيعمل. لا، ان تنصره ظالما يعني تمنعه عن ظلم الناس. تقول له اقف، انت ازاي تعمل كده؟ انت جيت على الراجل والناس كلها شاهده ضدك، انت ازاي تظلم؟ لان لو انا سبته وعاونته على الظلم يبقى انا كده ضريته قدام ربنا ولا نفعته؟ لا ضريته. والمعامله بتاعتنا الاصل فيها رضا ربنا ولا رضا الناس؟ لا رضا ربنا. المعامله ما بيننا الاصل فيها العيله الفلانيه، وان انا واقف مع عيلتي واخويا وعمي وخالي وجاري علشان خاطر بس يبقى اسمي واقف معاهم سواء في الحق او في الباطل، ولا اقف معاهم في الحق بكل ادب وامنعهم عن الظلم، عن ظلم الناس لو هم ظلمه بالفعل. انا يا عم صالح عايز ترضي مين؟